الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. برضه في رؤية، ممكن تقولي لي الرؤية في رمضان حرام؟ لا، هي لا هو قراية طاغوت ولا هو قراية فنجان، ده هو الرؤية مش حرام، يعني الرؤية حلال يعني. فالتفسير النهاردة برضو كان عن واحدة بتقول حلمت ان حماتها جات لها في المنام وهي قاعدة على كرسي بعجل اللي هو بيقعد عليه، اعزكم الله، اللي هو يعني ايه ما بيعرفش يمشي، اللي هو عنده ايه عجز يعني في رجليه ما بيعرفش يمشي. فهي بتقول قاعدة على الكرسي دوت وفي حد بيمشيها وايه حافية القدمين يعني ومورمة، يعني جسمها مورم ومنفخ كده. فبتقول انا قمت يعني ايه مخدوده من الحلم، خير يا رب ممكن تفسره لي؟ فتفسير الحلم ده ان حماتك جاتلك في المنام مورمه، معنى كده ان انتي إيه يعني هي بتقول ايه انا ممكن ان هي تكون مورمه عايزاني ان انا ادعي لها او اطلع لها صدقه او كده. قلت لها لا، حماتك زعلانه منك في حاجه، انتي مزعلاها منك في حاجه، انتي اللي شفتي الرؤيه. قالت اه انا اللي شفت الرؤيه. لو انتي شفتي حماتك مورمه معنى كده ان هي مورمه منك انتي، لان انتي مزعلاها في شيء. ممكن تكوني مزعلاها ان انتي ما بتعامليش ابنها كويس، ان انتي ما بتصليش رحمك، ما بتزوريش مثلا اخوات زوجك، بتجيبي سيرتها بشيء مش كويس. ان هي جايه مورمه وما بتمشيش وقاعده على الكرسي بعجل، ان هي تعبانه منك انتي. شوفي انتي يعني ايه بتعمليه يغضبها في امرها وما تعملهوش. لو انت بتجيبي سيرتها بالسوء لا، اذكريها بالشيء الحسن. لو انت بتعاملي زوجك اللي هو ابنها مش كويس عامليه معامله حسنه. هي معنى ان هي جايه قاعده على كرسي ومورمه ان هي تعبانه منك انت يا صاحبه الرؤيه، والله تعالى اعلى واعلم.